السلام عليكم، عاملين ايه حبايب قلبي؟ كل سنه وانتم طيبين يا رب. فكره سريعه على السريع كده نقدمها لاطفالنا علشان العيديه تكون مستخبيه فيها وكل واحد وحظه. هنعملها من الفشار ومن الاكياس البلاستيك. وعايزين شكل الخروف الراس بس، بتقدري ترسميها على ورق اسود وتقصيها بالشكل ده، او ورق ابيض وترسمي العيون بالقلم الجاف. ومحتاجين وش تيب زي ده، او اللي هو الدبل فيس علشان نلزق بيه، او السولوتيب او اللزق ده. خلاص، وهنعمله كده بالعكس وهيلزق معانا. فنبدأ نعمل اول حاجة. كل اللي احنا هنعمله هنجيب الكيس ونعبي الفشار بتاعنا بس علشان بالشكل ده. زي كده مثلا. خلاص، ونبدأ نجيب العيدية بتاعتنا وهنحطها، وكمان معاها بونبوني او شوكليت. خلاص، ونحطها لأطفالنا بالشكل ده، ونبتدي نلف الكيس بتاعنا بالشكل ده. خلاص، وهنبتدي نجيب السولوتيب بتاعنا او الدبل فيس، وهنلزق الشكل كده. بصوا بالشكل ده حبايبي. وهحط برضو دبل فيس صغيرة للعيون لو انتي ما عندكيش لزق. هي الفكرة بسيطة خالص. البيبي بس بيلعب اهي بالشكل ده. وهبتدي احط العين. طبعا انتي بتعمليها صغيرة. وببتدي اجيب الكيس بتاعي واحط عليه شكل الخروف بتاعي، وبكده يكون عندي شكل الخروف وبقدم بيه العيدية، وبتبقى فكرة جميلة جدا. ممكن نحط دبل فيس تاني عشان بس نلزقها وما تطلعش مننا. كده فكرة على السريع، يا رب تكون الفكرة عجبتكم ننفذها. وممكن كمان نعمل الشكل ده اللي هو الراس بتاعته جاهزة. بس كده، وكل سنة وانتم طيبين حبايبي، وعيد سعيد عليكم وعلينا ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية.